الإمام الشافعي ليه أبيات جميلة جدا بيقول فيها: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن أراد العلا سهر الليالي، ومن أراد العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. بنسمع مصطلح أنا فاشل كتير جدا بين الشباب، بس لو جبنا حد فيهم وسألناه يعني إيه فاشل أصلا ويعني إيه أنا فاشل، نسبة 90% أو 95% محدش فيهم هيعرف. معاكم عماد حامد ودي قناة الرحلة، جهز الرحال اللي جواك ويلا بينا. أبسط تعريف للفشل لو رحنا سألنا شات جي بي تي وقلنا له إيه هو الفشل، هيقول لنا هو عدم تحقيق المطلوب، أو بمعنى آخر هو النتيجة اللي بتحصل لما ما بنوصلش للحاجة اللي كنا بنسعى عليها أو الهدف اللي احنا كنا حاطينه. خلاص يا صديقي، عرفنا يعني ايه الفشل. طب ليه بنفشل أصلا؟ الفشل يا صديقي جزء أصيل من الرحلة. الفشل ده شيء طبيعي أصلا. اللي غير طبيعي هو النجاح من أول مرة، أو بالنسبة لنا مش مألوف إنك تنجح من أول مرة. الدنيا عاملة زي الماتش يا صاحبي، في ناس بتجيب جون في أول دقيقة وفي فريق تاني بيجيب جون في آخر دقيقة، وده يثبت لك إن الفرصة متاحة دايما، وإنك ممكن تقدر تجيب جون في أي وقت خلال الماتش طول ما أنت فيك نفس بتحاول وتجرب لحد ما توصل. ولكن يا صديقي خليك عارف إن أنت ممكن تظن إنك جبت جون بدري أو جبت جون متأخر أو نجحت بمعنى صح، ولكن ده ربنا مقدره ليك انك تنجح في الوقت ده بالطريقه ديت. بس انت كل اللي عليك السعي. الفشل مش عدو ليك، هو بيديك فرصه تانية علشان تحاول تاني وتحسن من نفسك وتطور من نفسك وامكانياتك. تعاملنا مع الفشل هو اللي غلط، لاننا عندنا نظره استحقاق ان احنا نستحق احسن من اللي احنا فيه دلوقتي. يعني احنا نستحق شغلانه احسن، براتب كويس، نستحق نجيب تقدير في الكليه. طب انت ذاكرت؟ لا، ذاكرت ساعتين قبل الماده. فده كله عندنا نظرة استحقاق غير مبررة. فلما الواقع يخالف توقعاتنا العالية ديت اللي احنا بنحطها ان احنا نظرة الاستحقاق، فبالتالي مع اول غلطة بنعملها بنبدأ الدنيا تسود في وشنا ونقول ده احنا فشلة، ده احنا ما بنعرفش نعمل حاجة، وتبدأ تسيطر علينا مشاعر الاكتئاب والحزن والهم. الانسان في الاوقات الصعبة اللي بتمر عليه محتاج يجيب ورقة وقلم ويبدأ يحاسب نفسه، مش يجلدها، يحاسبها، يقول انا غلطت في كذا وكنت ممكن اتصرف احسن في الموقف الفلاني بالطريقة الفلانية بالطريقة الاحسن والانسب. او مثلا شخص مننا لما يبدا يقع في موقف صعب او شده او في ابتلاء معين يبدا يقول ليه يا رب، اشمعنى انا ابتليتني بالحاجه ديت؟ ولكن كان ممكن يتصرف تصرف احسن من كده، ويشوف مين الناس اللي وقفت معاه في الشده ديت وازاي خرج منها وازاي لقى حلول للمشكله دي اصلا. وكمان في حاجه غير نظره الاستحقاق، وهي ان احنا عندنا رغبه غريبه جدا في النجاح السريع. بقينا بندور على طرق ان احنا ننجح بسرعه، زي ان احنا عايزين نربح من الانترنت او ندور على اي طريقه على الانترنت ان احنا نجيب منها فلوس بسرعه او بسهوله. وده كمان مع انتشار المحتوى التافه والدوبامين السريع الرخيص. حتى استهلاكنا للمحتوى التعليمي بقى غير مفيد، لان احنا بنستهلك بدون ما ننفذ حاجه على ارض الواقع. فبالتالي هي معلومات عامه بنعرفها وبعد كده بنركنها او بننساها او بنشوف غيرها اصلا. ده كله بتسبب في الاخر ان احنا بيكون عندنا نوع من الفتور والكسل الغريب جدا، ان احنا بنبقى كسلانين نعمل اي حاجه، وعندنا نوع احباط غريب بشع بطريقه ان احنا مش عايزين اصلا نبذل مجهود في الحاجه، عايزين الحاجه تجيلنا جاهزه وحد ياكلها لنا بوجنا، كمان حد يجيب لنا فلوس، اصلا مش محتاجين نتعب. الحاجات دي كلها بتغذي مشاعر زي المشاعر الحزن والاكتئاب والزهق. فتلاقي دايما انت زهقان ومتضايق مش عارف ليه، بس انت حاسس بزهق. ويمكن كمان بتقارن نفسك بالناس اللي بتشوفها على السوشيال ميديا، ان حد نجح وحد جاب عربيه وانت لسه زي ما انت ما اتغيرتش، ما عملتش اصلا حاجه في حياتك. خلاص يا صديقي، اللي انا عايز اوصلها لك ان نقص الوعي اللي عندنا وكمان نظره الاستحقاق مع رغبتنا في النجاح السريع، ده كله بيدينا في الاخر مشاعر الحزن والاكتئاب والاحباط. والمشاعر دي لما بتتراكم عندنا بنبدا نحس ان احنا مش عايزين نعمل حاجه ومش قادرين نعمل حاجه. فانا عايز اوصله لك انك دي كلها حاجات كسل بسبب اللي احنا بنتعرض له كل يوم. فانا عايزك تشيل الافكار دي من راسك والمشاعر دي تتخلص منها، وحاول تقعد مع نفسك وتعرف ايه الحاجات اللي انت غلطت فيها وتحاول تصلحها وتحسنها. ويخليك فاكر ان احنا بنحاول نحسن من نفسنا كل يوم. خليك فاكر يا صاحبي ان الفشل الحقيقي هو انك تبطل تحاول، انك تبطل تسعى اصلا، وان الفشل شيء طبيعي جدا وتقبله وما ترفضهوش، وحاول مره واثنين وثلاثه والف لحد ما تيجي معاك، وان شاء الله ربنا يوفقك. ولو وصلت هنا احب احييك، وما تنساش تعمل لايك وكومنت واشتراك واكتب لي في التعليقات ايها الرحال علشان اعرف انك سمعت الفيديو للاخر. والسلام ختام.